إسرائيل تعلن قيام فصائل عراقية باستهداف إسرائيل والأراضي التابعة لها خلال الأيام الماضية منذ اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. الاستهدافات تمت بعدة طرق وعبر الطائرات المسيرة وعدة استهدافات. خبر عاجل يأتي من فوكس نيوز الأمريكية نقلا عن المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، خبر لم تتحدث به الفصائل العراقية ولم تعطي تفاصيل، وهذا ما ذكرته فوكس نيوز بأنه قد يكون تخوفا من الرد العسكري الإسرائيلي عليها في حال إعلانها المسؤولية عن هكذا قصف. الفصائل أعلنت المسؤولية عن قصف قواعد أمريكية في العراق وفي خارج العراق وأيضا عن أهداف أخرى، لكنها لم تعطي أي بيانات واضحة وبأسماء هذه الفصائل عن أي أهداف قامت باستهدافها بداخل إسرائيل. ماذا يعني ذلك؟ في حال قيام إسرائيل بالرد على هذه الفصائل قد تتوسع المعركة وقد تتوسع ساحة الصراع لتشمل العراق، لتشمل بنى تحتية تستخدمها هذه الفصائل وبعضها منتمي إلى أجهزة الدولة للأسف، لتخزين الصواريخ، تخزين المسيرات، وقد تأتي الاستهدافات إلى ألوية أخرى قد لا تكون مشاركة في هذه الحرب وقد لا تكون أصلا قامت بأفعال استهدافية للقواعد الأمريكية أو لإسرائيل أو لأي جهة أخرى. الأمور مختلطة في الشأن العراقي عسكريا، لذلك يجب الحذر. يجب على الحكومة العراقية أن تسارع في إنهاء تدخل هذه الفصائل في هذه الحرب الإقليمية. عدا ذلك معناه أن العراق قد يكون معرضا لتدخلات إسرائيلية، وكلنا نشاهد ماذا تفعله إسرائيل في لبنان من تهجير، من إعطاء الإخلاء للأهالي من قرى كاملة من مناطق كاملة بحجة استهداف حزب الله اللبناني، وأيضا قيامها باستهداف مؤسسات ومباني وفنادق وغيرها. وهذا شيء احنا ما نريده بالعراق ونتمنى ما يكون، لأن ما نريد يكون العراق ساحة للتخريب والدمار على حساب الشعب العراقي واقتصاده ومصالحه. نتمنى أن يكون تدخل سريع وأن تقوم هذه الفصائل بإعلان موقفها الرسمي بأنها فعلا تقوم باستهداف إسرائيل، باستهداف القواعد الأمريكية، وأن لا تتخبأ خلف منتسبين وخلف ناس عاديين ذهبوا للدفاع عن العراق والآن بعضهم يجد نفسه في ساحة الصراع أمام آلة عسكرية ضخمة هائلة أمريكية وإسرائيلية قد لا يكون بمقداره مواجهتها، واختفاء الشخص الملثم الذي أعطاه الأوامر بالقيام بهكذا أفعال. معكم ستيفن نبيل. الآن بدأت النصف الساعة الحوارية المباشرة عبر قناة شمس. الاستهدافات التي شملت الفصائل في العراق تضمنت استهدافات جوية لحد الآن لا نعلم من يقوم بها، قد تكون إسرائيل وعلى الأغلب قد تكون الولايات المتحدة. ليش نقول على الأغلب؟ لأن يوم أمس في حلقتنا ذكرنا بأن متحدث باسم قيادة العمليات المركزية الأمريكية ذكر قيام الولايات المتحدة بأعمال دفاعية في العراق حماية لجنوده وقواعده. ذلك يعني أن الولايات المتحدة قد تكون قد استهدفت مفارس أو قواعد أو أماكن تخزين لمسيرات وصواريخ حسب روايتها في داخل العراق. ما هو المعلوم حتى الآن؟ ليلة أمس أو فجر اليوم تم استهداف اللواء 40 التابع لكتائب الإمام علي المنضمة إلى هيئة الحشد الشعبي في كركوك. أسفر هاي الاستهداف ما كان الأول، طبعا أكو استهدافات صارت في الأنبار، في صلاح الدين قرب جبال مكحول، في نينوى قرب اكو منطقة تقريبا 4 كيلو من اسمها الخزنة قريبة على بط الله في سهل نينوى تم استهدافها، وهي مقر للواء 30 التابع لحشد الشبك. هنالك استهدافات صار في جرف الصخر في بابل، وأيضا استهدافات في الصحراء الجنوبية الواقعة بين بادية السماوة والنخيل وكربلاء والنجف. هذه الاستهدافات مثل ما ذكرنا بالفقرة الأولى ممكن تستمر، ممكن تزداد، وتدخل الفصائل بهذه الطريقة ينذر بأنها قد تكون عرضة لاستهدافات أكثر. يبدو أن الاستهدافات الأولية كانت رسائل أو كانت ردع، لكن الفصائل حتى هذه اللحظة قبل ما نطلع مباشر وياكم يقولون إحنا استهدفنا قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد. في الساعات الماضية يقولون إحنا استهدفنا عدة قواعد أمريكية في عدة محافظات. وفي ال 24 ساعة الماضية
الفصائل العراقية ذكرت بأنها قامت ب 37 عملية استهداف بداخل العراق وخارجه، بداخل العراق وخارجه. ومن هذه الاستهدافات راح نذكر لكم أخطرها اللي صار الليلة خلال الساعتين الماضية، وأيضا ما حدث فجر اليوم ويوم أمس. تابعوا معنا. هذه العمليات الصاروخية والمسيرات تضمنت الليلة استهداف القيادة الأولى لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي في مطار بغداد، قاعدة الجهاز في المطار. هذه القاعدة التي انطلقت منها عمليات لتحرير مدن وقصبات وأراضي عراقية ضد تنظيم داعش الإرهابي. هذه القاعدة العمليات الأولى، قيادة العمليات الأولى التي نقل إليها جرحى هذا الجهاز وهم يتصدون للإرهاب الداعشي، نقلت إليها جثامين الأبطال من جهاز مكافحة الإرهاب أثناء تصديهم للتنظيم الإرهابي. راح تشوفون الآن على الشاشة هذا الفيديو الحصري اللي راح تشوفوه الآن لأول مرة الليلة، يظهر بقايا المقذوفات التي قصف بها مقر قيادة جهاز مكافحة الإرهاب القيادة الأولى في بغداد، في مطار بغداد. طبعا كان اكو طيارتين مسيرة تم التصدي بنجاح وتفجير الأولى، واللي تشوفوه هي الطيارة الثانية التي أصابت مقر الجهاز، مقر القيادة الأولى. هذا ما يحتاج أقول لكم شنو معناه. جهاز مكافحة الإرهاب اللي يخدم به أبناء العراق من شماله إلى جنوبه، من وسطه إلى شرقه وغربه. هؤلاء الأبطال يضحون بحياتهم على مود العراق يكون منتصر على الإرهاب، على مود تقدرون تعيشون بسلام وأمان. يتم استهداف هذا المقر بهكذا مسيرات، هذا تطور خطير، وهذا حال أي استهداف إرهابي للجهاز خلال سنوات الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. الآن هنالك مخاوف من أن تكون هنالك استهدافات مستمرة لهذا الجهاز، قد ترتقي إلى حالات وعمليات ضد أفراد هذا الجهاز. وهنا نطلب ونتمنى من الجهات العسكرية والحكومية العراقية والاستخباراتية الوصول إلى منفذي هذه الهجمات اللي تشوفوها الآن على الشاشة، إبقاء كافة سبل التصدي والحزم والحذر واليقظة من هكذا استهدافات. هذا اللي تشوفوه هذا جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، هذا مو جهاز مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لو الأمريكي لو الكويتي لو أي جهة أخرى يتحججون باستهدافه. هذا جهاز أمني عسكري عراقي، لا وجود لأي حجج لاستهداف هذا الجهاز. المعلومات اللي اطلعنا عليها عن سبب هذه الاستهدافات إذا تعرفوها راح تغضبون أكثر. الأمر جدا صعب، الأمر جدا خطير. العراق صار لنا سنين نحذر العراق يجب أن لا ينزلق إلى هذه المرحلة، والفصائل على ما يبدو ما تهمها مصلحة العراق وتريد تحرق الأول والتالي بأفعالها. هذا اللي صار أيضا في أربيل، صار استهداف آخر على موقع حيوي، موقع دولي خطير جدا. ما حدث شنو اللي صار بالضبط؟ قامت فصائل باستهداف موقع القنصلية الإماراتية في أربيل. البعثات الدبلوماسية في العراق وفي العالم محمية حسب القوانين الدولية وحسب المعاهدات، العراق جزء منها. تم استهداف القنصلية الإماراتية في أربيل، وهذا أدى إلى بيان استنكار إماراتي غاضب. حقهم الجماعة جايين يمنا ضيوف وقنصلية ويجي فصيل يضربهم. الإمارات علاقتها طيبة مع الشعب العراقي ومع الحكومة العراقية ومع حكومة إقليم كردستان أيضا. البيان الاستنكاري الإماراتي طالب بإيقاف هذه الهجمات وأيضا محاسبة القائمين عليها. يعني هذا تشوفون الضغط الآن يزداد على الجهات الرسمية العراقية، على الجهات الأمنية والجهات الحكومية، لأن هذه الفصائل تخلي العراق في موقف صعب جدا. استنكار سعودي لاحق اجى بعدها بساعات قليلة يستنكر بشدة ويمتعض من هذا الاستهداف للقنصلية الإماراتية، ويطالب يطالب حكومة بغداد وحكومة أربيل بالإسراع بالكشف عن هذه الجهات ومحاسبتها. احنا الحرب بين إيران وبين إسرائيل وأمريكا. ليش بدنا نتحدث عن أحداث تصير بالعراق؟ ليش؟ شنو مصلحة الشعب العراقي أن يتم استهداف بعثات دبلوماسية
على أرضه أن يتم استهداف أجهزته الأمنية، وراح نتحدث لاحقا عن استهدافات أخرى تصير بالعراق. شنو مصلحة العراق؟ مصلحة واحدة انطوني ماكو. إذا تقول لي مصلحة فصائل ولعبة الشطرنج مالتهم لصالح إيران وكشملك مالتهم، فالأمر ما يعني العراق نهائيا. من أي معسكر كنت أنت راح تخاف على رزقك، على بلدك، على اقتصادك، على مصالحك. وتشوفون البيانات قدامي بيانات استنكار وامتعاض. دول الخليج العربي متحدة في موقفها الرافض لانطلاق عمليات الفصائل من داخل العراق، تستهدف الكويت، تستهدف الإمارات، تستهدف السعودية والأردن أيضا. هذه الدول لها موقف قوي في المنطقة وموقف قوي عالميا، وإحنا نعرف كل الزين حالة العدوانية وحالة الانغلاق اللي دخلنا فيها في عهد النظام السابق أين أوصلت العراق. حالة خطرة كلش، لازم نكون حذرين منها، ولازم ما نخلي ناس ملثمين مجهولين بشعارات شعبوية بخطابات ما تفهم منها شيء يدخلونا بنفس الحالات. باكر عقبة راح تنتهي الحرب بالعراق، شنو راح يكون موقفها من هذه الدول؟ هذه الدول لها الآن مطالب قانونية تقول لك أنت استهدفت بعثاتي من داخل هذه الأراضي أيها الفصيل كذا. وأنا قلت لكم اللي راح يربط العراق بهكذا أفعال عبارة عن إنزال واحد، إلقاء قبض على خلية واحدة، واحد منهم عنده باج حكومي أو عسكري أو أمني، خلص العراق تورط رسميا أنه أكو جهات بداخل البلد شاركت في هذه الأفعال. الحكومة العراقية ما تريد، القضاء العراقي ما يقبل، لكن أكو جهات بداخل البلد مدى تقوم بواجبها لإنهاء هذا الانفلات. هل تستطيع؟ هل لا تستطيع؟ ما نعرف، لأن أكو تداخل كبير. كل الناس اللي تحكي وياهم من قيادات البلد من السياسيين يقول لك والله إحنا ما نريد هذا الشيء، إحنا نريد نعيش. لكن اللي يسوون هذا الشيء هم 3 فصائل، لربما 4. إذن هذه الفصائل ما لها رادود؟ إذا هي راح تكون وزارة الخارجية للدولة، أو نسميها وزارة خارجية اللا دولة، وهي تكون وزارة دفاع اللا دولة، وبهاي الحالة وزارة الحرب لهذه اللا دولة، الدولة شنو راح يكون موقفها؟ تتحمل المسؤولية فقط؟ تدفع تعويضات مستقبلية لاحقة؟ ليش؟ إلى متى هذا الشيء؟ فهذا الأمر يستدعي أن تكون بغض النظر عن موقفك من الحرب بين إيران وإسرائيل وأمريكا، تعاطف ويا إيران، تعاطف ما الموضوع ما يتعلق بهذا الشيء، الموضوع يتعلق بالعراق، ببلدك، بوطنك، اقتصادك، مستقبلك. راح نتحدث بعد شوية بالتفاصيل الدولية التي تترتب عن هذه الهجمات. ابقوا ويانا. شفنا اتصال متأخر الوقت من وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي. الاتصال اللي تشوفوه الآن على الشاشة ورد إلى السيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق المنتهي ولايته. طبعا السيد السوداني كان قراره واضح أن هذه الأفعال الإرهابية يوجه الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية لمواجهة الجهات التي تقوم بها استهداف البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحيوية في البلد. اعتبرتها الحكومة العراقية فعل إرهابي، احنا منتهين من هذا الشيء. لكن الآن يصير ضغط على الحكومة العراقية من قبل روبيو، من قبل الولايات المتحدة، ومن قبل دول أخرى مثل الكويت التي في غضون أيام قليلة أنطت مذكرتين احتجاج، الأولى للقائم بالأعمال والثانية لوزارة الخارجية. أكيد دول الخليج أيضا بدها تتواصل وبدها تتصل بالحكومة تقول لهم كافي هذه الهجمات التي تنطلق من أرض العراق. طبعا الشعب العراقي كله إذا كان مؤيد مساند متعاطف خصم لهذه الهجمات يعرف كل زين أنه هذه الهجمات كانت في طريقها للحدوث منذ أشهر إذا مو من سنوات. هذه الفصائل عملت باستقلالية وقالت نحن لسنا تحت سيطرة القانون، احنا ما علينا بيكم، انتم هاي اوامركم لهيئة الحج الشعبي، لألوية هيئة الحج الشعبي، سيد فالح فياض هو ينطي هاي الاوامر، هو يمشي بها، احنا اوامرنا من المرشد الاعلى في ايران. هذا امر خطير كلش، لان انت عندك الان قوات عسكرية عندها صواريخ، عندها مسيرات، ما تعرف هاي ايش تسوي، شو وقت راح تدخلك حرب، شو وقت راح تعلق حرب، شو وقت راح تقصف اماكن حيويه بالبلد. مثل ما ذكرنا حتى الان القصف يستهدف دول مجاوره، القصف يستهدف مطار بغداد،
طبعا الامريكان انسحبوا من قاعده فيكتوريا، والجماعه مصرين على استهداف قاعده فيكتوريا بشكل شبه يومي. طبعا الخارجيه الامريكيه تقول لك انت كدوله تتحمل مسؤوليه تامين السفاره الامريكيه، القنصليه الامريكيه في اربيل، تامين شركات النفط الامريكيه المتعاقده مع وزاره النفط العراقي، تامين اي مؤسسات حيويه اخرى، القاعده الموجوده في اربيل قاعده حرير. كل هذه الاشياء متفق بها مع الحكومه العراقيه. الانسحاب بعد ما مكتمل، الانسحاب بدا بخطوات سريعه جدا قبل الحرب، وأنا شفتها اعلان او اشاره غير مباشره انه الحرب ممكنه جدا، منها الانسحاب من قاعده فيكتوريا في مطار بغداد، وايضا قاعده عين الاسد اللي كان ترامب كلش يحبها وما راد ينطيها، لكن انسحب منها وانطاها، لأن يبدو كانوا متحضرين لهذا السيناريو صار لهم أشهر، وهو سيناريو أنه لا تكون قاعدة عين الأسد هدفا سهلا للفصائل العراقية ولإيران أن تستهدفها، فقاموا بالانسحاب منها. قاموا بالانسحاب من تنف وباقي القواعد الأمريكية الموجودة على الحدود العراقية مع سوريا، لأن كلها مواقع سهلة عسكريا ومناطق تعتبر محروقة في هكذا حرب. الاستهداف بالمسيرات والصواريخ بالمئات قد يكون سهل جدا. فالآن الحكومة العراقية تواجه ضغط أمريكي كبير، تواجه ضغط داخلي كبير، فعلى، ونعيد ونكرر، على الإطار التنسيقي، على القيادات السياسية في الإطار التنسيقي أولا إظهار الدعم الشعبي والإعلامي والسياسي الكامل للجهات الأمنية والحكومية في مواجهة هكذا أفعال وهكذا تصرفات، وأيضا الإسراع بإما تجديد الحكومة أو اختيار شخصية أخرى أو أي سيناريو يريدوه، لكن لازم نطلع من أي حالة انسداد وانغلاق سياسي واستغلال لهذه الأزمات في مبايعات ومزايدات سياسية تقوم بها بعض الجهات، لأن العراق مقبل على هواية أشياء وهواية خطورات وراح نحكي بعضها الليلة. ابقوا ويانا. إيران تقول اطرد تعبر، ما تطرد ما تعبر. اطرد منو؟ اطرد السفير الإسرائيلي والسفير الأمريكي بدولتك، يلا تعبر حاملاتك وتعبر بكل استقلالية بكل أمان مضيق هرمز. ليش إيران تسوي هذا الشيء؟ إيران هدفها هو أن يتعطل المضيق، وهاي زمان، لأن تعرف إيران ما عندها مثلا طائرات 35 و F-16 والصواريخ الأمريكية اللي عندها، لا، عندها طرق رد محدودة، وهي البالستي، المسيرات، مضيق هرمز. ليش مضيق هرمز؟ هو الشريان الاقتصادي النفطي العالمي وأيضا الاقتصاد العالمي بشكل عام. النفط اللي يعبر من مضيق هرمز من دا يوقف دا يأثر على المستوى العالمي كله. الدول دا تحاول هسه بسرعة تجيب نفط، تجيب مخزون استراتيجي، تنقل نفط مثل السعودية عبر البحر الأحمر، لكن هواي دول مثل العراق حاليا ما عنده نقل، خلينا نقول كبير الحجم أو سريع النقل مثل ما كان في السابق عبر المضيق. يقدرون الآن كدولة الشركات العراقية تنقل عبر صهاريج، شوية عبر ميناء جيهان التركي، بس مو بحجم النقل اللي كان يستمر عبر مضيق هرمز. ولأن السياسيين وقفوا ضد بناء خط انبوب ينقل نفط عبر ميناء العقبة في الأردن، العراق لقى نفسه في موضع حساس جدا. كذلك الأمر في دول أخرى في المنطقة مثل الإمارات مثل قطر وغيرها. إيران شو تريد؟ إيران تقول بكل وضوح احنا استعدوا. المتحدث العسكري باسم القوات العسكرية الإيرانية ايش قال؟ قال انه استعدوا ل $200 لبرميل النفط الواحد. $200، يعني هاي زيادة مو ضعف، هاي زيادة شبه ضعفين على اللي كانت به قبل الحرب. شلون راح تسوي هذا الشيء؟ شفنا استهداف الليلة بمسيرة لحقل المجنون النفطي في البصرة، شفنا استهداف بطائرة مسيرة، ما نعرف من وين جتي، من داخل العراق لو من خارجه، لان بصراحه ضاعت علينا السالفه بعد بسبب وكلاء ايران، ما تعرف من جوا من برا يضربوا ما تعرف. استهداف لحقل مجنون نفطي، هاي الثلاث كلمات لازم تخلي اي عراقي يقول ها ستوب، لي هنا وكافي. احنا عندنا نفطات نبيعها ونعيش بيها كدوله، انتم تجون تستهدفون هذا الحقل ليش؟ انا اقول لك ليش. نفس الاستهداف اللي تحاول ايران او وكلائها ما نعرف تستهدف به حقل شيبة النفطي السعودي،
وباقي الحقول النفطية في المنطقة. يوميا تطلع 4 5 6 مسيرات باتجاه حقل شيبة، ولأن أكو صحراء قبل هذا الحقل، السعودية تقدر توقع هذه المسيرات. كذلك صار استهداف كبير على مصفى نفطي بحريني تابع للدولة البحرينية، مملكة البحرين. مصفى نفطي مهم للبحرين تم استهدافه. اكو محاولات استهداف للمصافي الاماراتيه. شلون ايران راح تعطل؟ هي تشوف انه امريكا ممكن تفرض بالقوه ان تحمي الناقلات الطالعه من مضيق هرمز وتعبر كم ناقله، فالنفط راح يبقى اقل من الهدف اللي تريده ايران وهو رفع النفط. زين، شلون راح تسوي هذا الشيء؟ راح تضرب المصدر الاساسي للنفط، ما تنتظر الدليفري. ما راح تضرب الدليفري، راح تروح تضرب ابو المطعم. راح تضرب المصافي النفطيه والشركات النفطيه، وبداتها بالبصره من تم ضرب الشركات النفطيه في البرجوسيه. هذا سوى هذا الشيء. انت شفت نار وبنايات تحترق، قول يلا نعوضها. انا اللي شفته انه خبراء ومستشارين ومهندسين اجانب يشردون من العراق يقولون فيما لا الله وياكم، وهاي كلها راح تعطل آلية النفط وإنتاجه وتصديره، ويساعد إيران في إبقاء الأسعار مرتفعة أو رفعها أكثر. لأن من ترتفع الأسعار شيء يتأثر؟ الاقتصاد العالمي يتأثر، المعامل المنتجة من الصين لأي دولة كانت كلها تتأثر، لأن أغلبية الصناعات تعتمد على الوقود، أو الوقود اللي يسوي الكهرباء اللي تعتمد عليه المصانع، أو السيارات اللي تنقل هذه المواد والطائرات وغيرها، كلها راح ترتفع كلفتها. فبالتالي أنت عزيزي المشتري أينما كنت في العالم، بالعراق والخليج وغيره وأمريكا، راح تدفع فلوس أكثر لهذه المواد. وهذا ما إيران تريده، لأن الاقتصاد يتأثر، السياسة تتأثر، ورئيس ترامب ممكن يتأثر. راح نحكي بهذا التأثير بعد قليل. ابقوا ويانا. في عام 2019 بالتحديد أثناء الانتفاضة الشعبية وما يسمى بثورة تشرين، شفنا تظاهرات واحتجاجات، لكن هذه التظاهرات والاحتجاجات كما سابقتها في الأعوام قبلها شفنا هتافات معادية للنظام الإيراني، وشفنا أيضا استهداف للقنصلية الإيرانية من قبل بعض المحتجين الغاضبين في البصرة في النجف. هذه الأشياء دقت الغارة ودقت الجرس في طهران. الجانب العراقي المتعاون معها، إن كانت مؤسسات، إن كانت شخصيات، إن كانت فصائل، انطتها صورة وردية ما كانت حقيقية. انطتها صورة إنه قالت لها ترى الناس كلهم وياك وكلهم يحبوك. فإيران جتي قالت هاي شنو آغا؟ أشو دي يحرقون القنصليات؟ أشو دي يحرقون صورة المرشد؟ هذا ما مقبول. ما مقبول في محافظات جنوبية أنتم مسيطرين عليها سياسيا. فإيران ايش سوت بعد تشرين؟ بدأت تصاعد بالنهج المؤسسي، القوى الناعمة الإيرانية. شفنا مؤسسات انطلقت في العراق لتقريب البلدين، تقريب فكر الثورة للشباب العراقي. شفنا تغلغل في الجامعات وغيرها. طبعا هذا مسموح له، ما يقتلون أحد، ما يجبرون أحد، لكن حاولوا بهذه الجهود. وهذه الجهود تكللت في هذه الحرب. نشوف يوم أمس مثلا وكالة تسنيم الرسمية الإيرانية نشرت فيديو وخبر عن احتفالات قامت بها مجاميع عراقية شعبية مدنية، مثل ما تشوفون طالعة ببغداد شايلة الأعلام الإيرانية، وتعلن مبايعتها للولي الجديد، ولي الفقيه المرشد مجتبى الخامنائي. راح تشوفون بهذا الفيديو هذه الفعاليات الشعبية طلعت وانطلقت في شوارع بغداد، وصلت إلى ساحة التحرير. هاي وحدة بس، شفناها أيضا في محافظات أخرى، في الناصرية، في البصرة. وهذا دليل على أهمية، يعني هنا ما أتكلم أنه هذا الشيء غلط أو صح، لا، هذا حق الشعب. الشعب العراقي من حقه يطلع يشيل صورة أي قائد كان من أي دولة كانت، من حقه يشيل صورة علم دولة ثانية في بلده، هذا من حقه. ما حد يلومه ما دام الموضوع سلمي، ما دام الموضوع ما يتعدى على باقي العراقيين أو مؤسسات الدولة أو بعثات دبلوماسية أو ما شابه أو قواعد عسكرية عراقية. من حقه يطلع يديكورونات ويشيل أعلام دولة أخرى، صورة رمز ديني. ما حد إلى الحق يقول له لا. لكن إحنا نتكلم نحلل الوضع، نعطيكم فكرة أنه العراق مهم جدا لإيران. ليش دا أتكلم بهذا الكلام؟ في حال انتهت الحرب، في حال صارت مفاوضات، البعض يقول شنو مستقبل النفوذ الإيراني في العراق؟ مستقبله دا تشوفوه قدامكم.
إيران جذرت بصورة أكبر في السنوات الماضية، وإيران تستفاد من العراق اقتصاديا وما تريد تعوف البلد بسهولة. لذلك ما أعرف شلون راح تعوف هذا البلد، لكن ممكن أن يكون هنالك اتفاق في حال وصلنا لهذه المراحل، اتفاق مع إيران أنه تستفاد من العراق اقتصاديا، لكن نفوذها المسلح يخلص بالعراق أو يتحدد. ابقوا ويانا. أكثر رئيس أمريكي عاصرناه وحتى آبائكم عاصروه مختلف بالتصريحات وغير واضح وضبابي هو الرئيس ترامب. كلنا نتفق على هذا الشيء. مستحيل تفهم من تصريحات ترامب هو راح يطلب حرب، هو راح يطلب سلام، هو يسوي، ما تفتهم. الله يساعده. يعني مرات أقول هذا بشبابه، أصحابه اللي يريدون يعزموه على شغلة ما يعرفون شو يرضي، شو يطلب أكل، شو يطبخوا له بالبيت. المهم، رئيس ترامب في يوم أمس يقول إحنا قربنا من نهاية الحرب. وزير حربه هكسر يقول لا، اليوم راح يكون القصف أقوى. بعدين ترامب يرجع يقول لا، بعدنا ما راضين، إحنا انتصرنا بس نريد انتصارات أكثر وأوسع. فالموضوع عبارة عن ضبابية، سموك سكرين، شاشة دخان على مود ما تشوف شكو خلف الكواليس. اكو اشياء راح تاثر على قرار ترامب وش يريده بالضبط. اذا يطلع من هذه الحرب بدون تدمير شبه كامل او واسع للآلية الصاروخية الإيرانية، راح يطلع موقف ضعيف امام الشعب الامريكي وامام الناخبين، وهو كلش يهمه اسطورته السياسيه بعد ما يروح. الناس راح تتذكره في الشؤون الدوليه. مثلا الان في امريكا كل ما يحكون عن اوباما يقولون خط احمر سوريا او خط احمر بشار الاسد اللي تخطاه اوباما وما سوى شيء. هدد ببشار الاسد وقال له اذا تقصف كيميائي اجي لك. قصف بشار الاسد كيميائي، اوباما ما سوى شيء. لحد الان مناصري واعدائي يذكروا بنفس الكلام، يقولوا انت الخط الاحمر مشيت له. جيمي كارتر يقولوا بسبب ضعفك تركنا الشاه اللي كان حليفنا وخلينا روح الله الخميني ياخذ الحكم. فكل رئيس معروف. رونالد ريغن لحد الآن إحدى أكثر الأشياء اللي تنحكي بموضوع إيران حوله هو إيران كونترا. فضيحة إيران كونترا عندما ساعدت الولايات المتحدة إيران على شراء أسلحة من إسرائيل، من إسرائيل على مود تحارب الجيش العراقي في حرب الثمانينات. هنا هاي صارت وصمة عار وتحاسبوا عليها المسؤولين الأمريكان وغيرهم. رونالد ريغن كان يساعد إيران على مود يطلع أسرى كانوا موجودين، رهائن موجودين في مثلا لبنان وأماكن أخرى أمريكيين. المهم، فترامب ما يريد يعني اسمه يرتبط بفشل أو خسارة. فايش يسوي؟ يريد يوصل إلى مرحلة الأشياء راح تأثر عليه هي شغلتين بالأساس في الداخل. الأول أسعار الوقود. حتى الآن أسعار معدل الوقود الوطني صعد، لكن مو الصعد المخيفة حتى الآن، لأن تعرفون تتأخر الوقود، يتأخر لحد ما يصعد، يتأخر أيام، يتأخر أسابيع. فالوقود مثل ما تشوفون على الشاشة تقريبا يتراوح اليوم على 3.5 معدل وطني في الولايات المتحدة. سعر البنزين هذا الجالون، الأمريكان ما يستخدمون لتر، يستخدمون جالون اللي هو تقريبا 3 لترات وشوية. فهذا السعر إذا شفتوا صعد هواية، هنا الأمريكان راح يبدون يحتاجون شوية. وأيضا إذا أكو خسائر بشرية أكثر في الأرواح. فهاي الأشياء كلها راح تأثر على الولايات المتحدة وعلى قرار ترامب. وأيضا موضوع الرأي العام لحد الآن مدى يفوق 41% موافق على الحرب، وهذا ما راح يصعد إلا إذا أكو هجوم إيراني على أمريكا وبداخل أمريكا، فعلى الأغلب راح يبدي ينزل مع الوقت. فهاي الأشياء راح تأثر على ترامب. وأيضا موضوع 60 يوم عنده صلاحية يقوم بالحرب بدون موافقة كونغرس وتمويل من الكونغرس. حتى الآن ما وصل لهذه المرحلة، عنده وقت، لكن يريد يوصل إلى النتائج يقدر يطلع بها للشعب الأمريكي، يقول على الأقل احنا حققنا هذه النتائج وضمننا سلامة أمريكا وحلفاء أمريكا في المنطقة وانهينا الخطر الإيراني. شكرا لمتابعتكم. كنتم مع ستيفن نبيل مباشرة من على شاشة قناة شمس. تصبحون على ألف خير.